لو كنت أريد السلطة وأريد الاستمرار كان لدي إمكانيات هائلة. في 2011 كان حسمتها عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا، كنت حسمتها، لكن أنا تجنبا لإراقة الدم ما أعرف ولا قطرة الدم تسفك. لو كنت أطمح في السلطة تركتها وسلمتها سلميا. مفروض أنه يقولوا شكرا 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 يا صالح يا دي سلمت السلطة، مش ما حد قد. وانا قلتها في اكثر من طريقه، ما في اكبر شنف في اليمن يقول علي عبد الله صالح انه رغمه على تسليم السلطه، هذا ابعد من عين الشمس. انا سلمت السلطه بقناعه ولا اريد العوده اليها بقناعه، واريد اتخلى عن العمل السياسي اذا استتبت الامور والامن والاستقرار في اليمن. فانا اول من يلزم بيته ويكتب مذكراته